الدولة فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية تستدعي حلول مبتكرة نوعا ما. اكيد الاستدامه هي مطروحه بشكل قوي جدا، والاشكال المالي هو اليوم هاجس حقيقي بالنسبه لاستمراريه واستدامه هذا الورش بشكل اساسي، لانه اليوم صحيح انه اليوم حنا عندنا هوامش ماليه، عندنا واحد النوع من الاريحيه فيما يتعلق بتدبير الموارد الماليه ديالنا، عندنا مداخيل، عندنا اليوم مؤشرات ماكرو اقتصاديه اللي هي جيده وفي صالح المغرب، ولكن هذا ما كيعنيش بان اليوم واحد المجموعه ديال الموارد اللي عندنا اوراش اخرى اللي تتخص اننا نمولوها في اطار هذا المشروع التنموي الكبير ديال المغرب. وبالتالي اعتقد ان الورش ديال الحمايه الاجتماعيه اليوم صحيح انه تبذل فيه واحد المجهود اللي هو مجهود كبير على الناحيه التشريعيه، على الناحيه اللوجستيكيه، على الناحيه الاصلاحات البنيويه اللي دارت فيه، ولكن هذا ما كيعنيش بان عندنا اختلال فيما يتعلق بالاستدامه الماليه ديالو. اولا هذا الورش اليوم غيكلف لا ما بقاش الرقم هو 51 مليار ديال الدرهم اليوم، ولا هو 53.5 مليار ديال الدرهم. 29.5 مليار ديال الدرهم غادي تمشي مباشره للدعم الاجتماعي المباشر، و16 مليار ديال الدرهم غتمشي بشكل مباشر للتغطيه الصحيه. اليوم الاشكاليات اللي كاينه هو انه خصنا نتكلموا بصراحه فيما يتعلق بهذا الملف. في كاين الاشكال صحيح كاين عندنا اليه ديال التضامن اللي كتضمنها الدوله، اللي خصها موجبها ان الدوله تحط واحد 38.5 مليار ديال الدرهم. نعم. ولكن راه عندنا واحد 15 مليار ديال الدرهم اللي خصنا نجيبوها من الاشتراكات، مساهمات، صح، اللي خصنا نجيبوها من الاشتراكات، لان التوازن المالي او الهندسه الماليه ديال هذا الورش ما تبناتش فقط غير على التمويل الحكومي، وانما نعم. تبنات كذلك على الانخراط ديال المغاربه في انجاح هذا الورش من خلال الاشتراكات. عندنا جوج ديال الاشكاليات اساسيه. عندنا الاشكال الاول هو الفئات اللي خصو ينفتح عليها، لان عدد ديال الموظفين ديال القطاع الخاص معروف في المغرب. صحيح. وبالتالي اليوم حنا ما يمكنش اليوم حنا في ظل واحد الاقتصاد اللي غير مهيكل اللي القيمه ديالو كتبلغ اكثر من 30% من الناتج الداخلي الخام ديالنا. 60% ديال العاملين اليوم في المغرب هما في اطار الاقتصاد الغير مهيكل، بالتالي كان لازم خصنا ننفتحوا على هذا وراء اصلا هذه المنظومه الا سمحتي لي جات لكي تخلق جاذبيه للخروج من القطاع غير المهيكل الى المهيكل. هنا كاين الاشكال. هنا مشينا لواحد الفئه اللي سميناها العمال الغير اجراء، واستهدفنا اننا نوصلوا 3.5 مليون ديال العمال الغير اجراء والمستقلين وكذا وكذا. نعم. اليوم نحن في 1,600,000، مع العلم ان السنه الماضيه كنا في 1,800,000، نقصنا ب 200,000 هذه السنه حسب تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات. الحجم ديال التكاليف بالمقارنه مع المداخيل في الورش ديال التغطيه الصحيه هو 154%، يعني عندنا واحد العجز ديال 54%. نعم. عندنا عجز ديال التحصيل ديال اكثر من 400 مليون ديال الدرهم. عدد ديال الناس اللي منخرطين واللي كيأديو الاشتراكات ديالهم 37%. هاد 37% اليوم اللي تتأدي الانخراطات ديالها من ضمن هاد 1,600,000. نعم. يعني اليوم حنا عندنا اشكال بنيوي في استقطاب الفئات اللي ممكن ان نتخلص، وعندنا اشكال اخر اللي اليوم تيتخص نهضروا عليه، هو الاستثناء اللي كان في اطار الماده 114 من القانون 65/00 ديال التغطيه الصحيه. هو الناس اللي هما سواء هما موظفين ديال الدوله او لا موظفين او لا عاملين في القطاع الخاص، واللي ما منخرطينش في الورث ديال التغطيه الاجباريه على المرض، واللي تيخلصوا التغطيه الاجباريه ديالهم على المرض في اطار الشركات ديال التامينات ديال لي زاسيورونس. صحيح. واللي عطيناهم واحد المده ديال 5 سنين وبقينا كنجدوها كل 5 سنين. هادو راه العدد ديالهم مليون عامل في اطار. اليوم عندنا مؤسسات ديال القطاع العام، اليوم مؤسسات ديال الدوله اللي ما كتخلص لا في لا سينيسيس لا في لاكنوبس. الشركات ما كتمشيش للدوله، تتخلص ما كتمشيش لهذا الورش، ما كتساهمش معنا في هذا الورش الاستراتيجي اللي هو ديال التغطيه، والعدد ديالهم هو مليون. رقم